فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس، معنا نتواصل وإياكم من خلال مشوار تصفية كأس الأمم الإفريقية كان 2025 بالمغرب. هذا ثاني حضور رسمي في مشوار التصفيات للمنتخبين المغرب هنا في ملعب أدرار أكادير بعد انتصار كبير على حساب الفهود الغابونية 4-1. ها هو المنتخب المغربي مرة أخرى في أكادير، هذه المرة أمام منتخب ليسوتو، مباراة التي يقودها كليمون فرانسفيل. هذا الحكم الإيفواري الذي سيقود هذه المواجهة مشاهدينا الكرام، هذا كليمون فرانكلين بان اللي سيتولى مهام قيادة هذه المواجهة. عديد التغييرات يجريها المدرب وليد الركراكي تحسبا لمباراة ليسوتو، أمر كان متوقعا من خلال تصريحات وليد الركراكي. سيجري العديد من التغييرات على انطلاقة من جانب لاعب ليتسما والدفاعية. أولى مراوغة ثانية الهد ساكنة سوس كذلك من كل الأخطاء ميكسما. نتكلم على بيير أوباميانغ، نتكلم على دينيس. وصلت الكرة ناحية أشرف حكيمي العرضية، لكن في كصانع لعب أمين عدلي وإلياس خماش على الأطراف. ترمى الكرة يويا في الجهة اليسرى آدم أزنو، آدم مويران في حراسة المرمى، سيرو في رقم 2 ماتسو. هي إلياس خماش. تصفيات كأس أفريقيا وحتى تصفيات كأس لا زالت لديها الكرة حكيمي. ماذا هناك؟ الحكم الإيفواري يأمر بحكيمي. يا حكيمي بعد ذلك يتدارك، وبالتالي عادل عرضية حكيمي. خماش معظم فترات اللعب الكل لجهته اليمنى، استلام على طول يحضر في منطقة الجزاء. الوانتو بعد ذلك جميلة بين عدلي وأناحي، جميلة بين عدلي وأناحي، لكن أناحي في التسلل. تحاول أن تظهر كل ما لديك، وهذا ما يسعى إليه اللاعب اليمنى قريب من خماش. رائع خماش، رائع إلياس. ذلك عدلي العرضية يا عدلي، وبصعوبة يتم إبعاد الكرة مباشرة إلى ركية اليمنى. هذا مازنو سيكون بجانب أمين عدلي في الجهة الكبرى. في الجهة اليسرى ترفع هذه الكرة بعد إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية. حكيمي في تلعب بلمسة تبقى مغربية بعرضية مقوصة في اتجاه أيوب الكعبي، في اتجاه أيوب الكعبي. لا زالت هنا لعناصر المنتخب المغربي أمير ريشاردسون محاصر من لاعبين. عودنا على المنتخب المغربي يبدع في اللقاءات المفتوحة لما المغربي أشرف حكيمي مرفوعة ديال الكرة، وبعد ذلك العرضية حارس المرمى. بعد ذلك حارس المرمى امام الكعبي وامام اللاعب ادم ازنو اللي يتقدم اكثر. ادم عدلي اللاعبين الاظهره المميزين ليس فقط في افريقيا. 30 سنه ذاك قلت اكبر لاعبين سنا في تشكيلات لمن سيمرر الكره. عدلي عرضيه خماش كان قريب. حكيمي خماش يرفع كرة خماش، والركنية في الكثير من الارتباك في دفاعات المنتخب. جميلة حكيمي لأن يقدم على تغييرات. هنا العرضية وأدم أزنان. إذا تتواصل المباراة. الغالي يمرر الكرة، وصلت إلى إلياس يحاول في مسك إما يوسف النصيري إما أيوب الكعبي، أو كذلك قدرة في التحكم على الكرة بشكل جيد. القدرة على التحكم وصلت إلى أزدين أناحي في القائم الثاني. التنفيذ أشرف يرفع كرة بالراس. أول رأسية لأيوب الكعبي، أول رأسية لأيوب. هذه الإعادة يرفع حكيمي. لا زالت مغربية ورأسية يخرج ويقطع هذه الكرة. صعبة الخروج، وحاول لاعب ليسوتو. هنا الكونترول ممتاز. آدم أزنو في الاستلام. آدم مرة أخرى لا زالت يا أناحي في اتجاه الكعب. دخول الرباعي بينما الكرة حكيمي لاعب حكيم زياش
هنا حاول مرفوع الكرة لكنها بعيدة عالية. مباراة عز الدين من الأسماء المرجح خروجها، يعني مستوى تصنيفي الفيفا. هنا عملية من أسامة أزنو يراقب صعبة هذه الكرة، سيفعل هنا قصيرة التمريرة لكن على التوالي لأسودي الأطلس في المشهد للحظات، بينما كرة بينية داخل منطقة جنب أشرف يتقدم. أشرف حطها بينية، ممكن جول لمن يا ابراهيم، عرضيه بعد ذلك لك البينيه. ادم هي يا ادم لا جديد في ملعب ادراب في مباراه. زياش يرفع كوره بالراس، الزلزولي بالراس، وبعد ذلك الكره مرت جانبيه. هنا زياش يدخل بها زياش في اوروبا، بينما تسديده زياش وعلى مرتين. زياش قذيفة تقريبا من على بعد 25. عز الدين أناحي، أنا توقعت بأنه سيدخل الزلزولي يلعب في الغالين. أخو ماش يخسر أخو ماش. إلياس في القائمة الثانية، إلياس لكن بعيدة. بدأ يمسك بالكرة منتخب لسوتو، بدأ يضغط على في نوفمبر الماضي نيجيريا، بينما كرة أمامية نايف يمرر كرة إلياس أخو ماش وشوار، وهناك تصفيات أخرى وهناك غالين تدوير الكرة. الكرة تدور الزلزولي. عبد الصمد حكيمي تمشي لعز الدين. أشرف حكيمي يرفع في القائمة الثانية لكن خروج حارس. هذه المرة لفائدة المنتخب المغربي رسميته. آدم افريقيا الوسطى 3-1، بينما كرة تسديدة ولكنها بعيدة يا ابراهيم دياس في اول تسديدة، ولكن على مرمى الحارس مويراني. هذه عادة مرة اخرى الان في تبديلات. عليها هي حاول يلعبها بسرعة يوسف لكن تمريرة نعم لم تكن. آدم أزنو كرة من زياش مقوصة، كملت زياش تظهر الفرصة أخيرا. زياش يسدد هنا في كرة طائشة من المدافع وبتسنو عبد الصمد الزلزولي وخطير جول. هذه سهلة ينصيري مثل هذه الكرات قد إبراهيم جميل يا إبراهيم، فنان يا إبراهيم، مبدع يا إبراهيم، نجم من نجوم الريال تتلألأ هنا في سماء كثير. يا سلام على روعة الجول. هات الصورة، هات الإعادة لنستمتع بهدف إبراهيم. كيف راوغ، كيف توغل، كيف سدد على